اهلا. منورنا يوسف بيه، منورنا. كان نفسي يكون معاك سياده اللواء والهانم الكبير عشان نتبارك بيهم. الله يخليك يا سيف بيه، بس ان شاء الله الجايات اكتر من رحاب بكتير. ان شاء الله طبعا. اتفضل اتفضل يا باشا. كان يهمني بس اشوفه عشان اعرف انه موافق. اصل اهم حاجه في الدنيا ده رضا الوالدين يا ابني. احنا لو نطول نعيش طول عمرنا تحت رجليهم. اللي يخرج عن طوع ابوه وامه يتقفل في وشه السكك والعياذ بالله. ربنا يعافينا. امين يا رب. ها يا ابني اتفضل. والله يا سيف بيه انا اتكلمت مع رودي في موضوع الجواز وهي موافقه، وجاي اشوف طلبات سيادتك ايه. شوف يا يوسف يا ابني، انا مش هلاقي لبنتي نسب احسن منك. ده شاب محترم وراجل، واحنا حبايب مهما حصل طبعا. بس دي بنتي الوحيده، مهرها غالي قوي. ما تقلقش يا وحش، مهر بنتي مش فلوس. مهر بنتي تبقى انت جنبي ومعايا للنهايه، وخصوصا ان احنا هنبقى عيله واحده. الظروف بتتغير، لازم تبقى دايما في ميزاني وفي كفتي انا. مش فاهم. مبدئيا يا وحش، انت لازم تستقيل من الشرطه. لازم تبقى معايا انا وفي صفي وتنفذ اي حاجه اطلبها منك. يعني لا سمح الله مش حاجه وحشه، لازم تبقى ابني اللي ما يخرجش عن طوعي ابدا. بس الحكايه دي مش سهله يا سيف بيه. مفيش حاجه سهله، على قد ما تتعب على قد ما ربنا هيديك. وبعدين برضه رودي زي الفل وحلوه ومهرها غاليه قوي، ولازم تعيش احسن عيشه. خليك ورايا ومعايا وهتكسب. فكر يا وحش، فكر. لقيتك ما بتسألش، قلت أسأل أنا عارف برضه موضوع الصباع والجواز لسه جديد، قلت ما تعبكش. عريس جديد برضه فوفو. يا ابن الكلاب. ليه الغلط بقى؟ تشيل نفسك أكتر من اللي عليك، ده ينفع؟ قول لي مدام سارة أخبارها إيه؟ مالك الصالح بيها يا مروان. عيب يا فوفو، عيب يا ابني، أنت مش قدي، مش هتعرف تسد قدامي. طب بص بقى، عشان ما اخليكش تيجي كده على مشامك، انا اقول لك. بص يا سيد الناس، مدام ساره انا مضيتها على ورق قاعده في السجن بقيت عمرها. ايه رايك؟ المخزن يناديك يا فوفو. تعالى حالا، حشتنا يا جدع، مش هينفع كده. ورحمه امي ما هسيبك يا ابن جلال. في ايه يا فارس؟ ورق اللي مضاك عليه ابن جلال. ورا ايه يا فارس؟ انا ما مضيتش غير على قد بس. عقد ايه؟ عقد ايه؟ سلامات يا عقد. ما انا قلت لك يا ساره بلاش الشغل ده من الاول. ماشي، هقول ايه؟ لما ارجع يبقى في كلام تاني. طب فهمني في ايه يا فارس؟ اسكت بقى. فارس